أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن رجال وتاريخ، والتي نستعرض فيها صفحات من تاريخ الأردن وتاريخ رجاله. نستضيف في هذا اليوم شيخا جليلا يتحلى بأخلاق الإسلام قولا وعملا ومظهرا، وهو عالم بأمور الدين، تخرج في جامعة الأزهر الشريف في منتصف هذا القرن، عمل في الدعوة إلى الإسلام خطيبا وإماما ومشرفا على شؤون الأوقاف، وإلى جانب هذا العمل السامي أصبح عضوا في مجلس النواب منذ عام 56، وبقي عضوا في جميع المجالس النيابية المنتخبة عدا مجلس واحد كان أيامها عضوا في مجلس الأعيان. ولخبرته الطويلة في مجال العمل التشريعي على مدى 40 عاما الماضية، فإنه يحظى باحترام كافة الفعاليات السياسية في الأردن، وكان رأيه الفيصل في الكثير من المناقشات التي كانت تجري في المجالس النيابية الأردنية المتعاقبة. أهلا وسهلا بسماحة الشيخ عبد الباقي جمو. أهلا وسهلا ومرحبا. يا سيدي، في البداية نذكر بأن والدك جاء مهاجرا مع مجموعة من الشيشان من بلاد القوقاز في مطلع هذا القرن، واستقروا في البلاد الشامية. ماذا تحب أن تذكر لنا عن هذه المرحلة؟ آباءنا هاجروا من القوقاز، وهذه نسميها نحن هجرة عكسية، لأن الأصل الهجرة الأولى لم تكن كهجرة، إنما كدعاة من بغداد إلى القوقاز، ودخلوا القوقاز عن طريق جورجيا واستقروا هناك. ثم كانت هذه الهجرة في مطلع هذا القرن، وقد وجدت على جلدة كتاب المحلي في المذهب الشافعي تاريخ خروجهم، فكان ذلك في 15 رجب 1319 للهجرة، يوم الخميس، وهذا يصادف 1990 بداية القرن العشرين. 1900 مش 1900. 1900. واستقروا في الزرقاء، والزرقاء كانت أرض خالية ليس فيها شيء من معالم البناء سوى قصر شبيب الأثري المعروف ولا يزال موجودا. وأول ما حطوا رحالهم في هذه الأرض التي سميت فيما بعد بالزرقاء، وهذا الاسم مأخوذ من سيل الزرقاء، وكان هذا السيل مياه غزيرة جدا وأحراج فيها سباع، واليوم أصبح الأمر بالعكس. يقول بعض الشباب: هذه هي البلاد التي كنتم تقولون عنها بأنها مقدسة؟ فكلمة مقدسة تأتي باللغة الشيشانية ثقيلة من حيث الوزن. قالوا: لا عجب، ففيها الكثير من الصخور والسوان والحجار، فالمفروض أن تكون هذه الأرض مقدسة، أي ثقيلة وزنا. فاستغربوا وقالوا لشيوخهم: تركنا جنة الدنيا القوقاز. وفعلا القوقاز تعتبر كأنها قطعة من الجنة في الأرض لما فيها من الخيرات. فيقول أحد الشيوخ للشباب: إن عشتم سترون أن هذا المكان سيتحول إلى مدينة كبيرة تتسع شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وسيؤمها ويسكن فيها من كل أطراف الأرض. وفعلا الآن الزرقاء مثل هيئة فيها كل الأجناس. وأنا ابن لواحد من هؤلاء المهاجرين، ولدت حسب ما كان مكتوبا
بخط واضح في يوم الجمعة ظهرا 9 من ذي الحجة 1345، وبالميلادي 4/12/1926. عندما وعيت ودرجت وبدأت أخرج، طبعا كانت الزرقاء قرية عدد سكانها كانت 73 عائلة، أسرة، 73 أسرة. وعندما بدأنا نلعب ونلهو ونركض كنا نتسابق، ويكون الشوط هو الزرقاء، حول الزرقاء. وعندما نتسابق لا يبقى خارج الحلبة بيت ولا أثر للحياة. فكانت قرية لها 4 أبواب، كل شارع لها كأنها مصلبة 4 أبواب، ولا يستطيع إنسان أن يدخل الزرقاء إلا من أحد هذه الأبواب، وليست أبواب إنها بوابة كبيرة للمشاة وللعربات وللداخلين والخارجين. وعلى كل باب، بجانب كل باب مكان معد للحراسة. وتطورت القرية الصغيرة الزرقاء لتكون ثاني أكبر مدينة في المملكة من حيث عدد السكان، حيث يزيد سكانها اليوم عن 640 ألف نسمة، وتنتشر فيها العديد من الصناعات والمرافق الحيوية، وخاصة مصفاة البترول التي تزود المملكة باحتياجاتها من الطاقة. وعمري 5 سنوات دخلت المدرسة، مدرسة ابتدائية، وكان الأستاذ أنا كنت أشوفه طويل كبير جدا، أما بالآخر قالوا لي ما كانش بهالطول هذا هو. فهو الله يرحمه اسمه كان أستاذنا أحمد الخطيب، وهو أصله لبناني ولكن كان أردنيا. ومن هنا تدرجنا، وبدأنا عندما بدأنا نعرف كرة القدم من غيرنا، بدأنا نمارس الرياضة بأنواعها. كنا يعني دون 15 كثير. كنا نأتي لمشاهدة المباراة، وفي إحدى المرات لم أجد وسيلة، بأني تأخرت عن الجماعة. كان في عندنا باص كأنه صندوق من خشب، لا نوافذ ولا شبابيك، بيجوا بيقعدوا على أرضية الباص وبيجوا. هم ظنوا إني أنا ركبت، راحوا، فذهبت أتيت إلى عمان من الزرقاء ركضا ودخلت المباراة. وطول الطريق الغريب، وهذا في ذاك الوقت ليس غريبا، أنه لم تصادفني سيارة بين عمان والزرقاء طول الطريق، لا ذهابا ولا إيابا. تميز المجتمع الأردني منذ القديم بقدرته على استيعاب الأقليات وصهرهم في بوتقة واحدة، مما شكل أحد أهم الأسباب في تطور الأردن وصموده وبقائه. نحن كسكان في البلد سبقنا الكثيرين في السكنى في هذا البلد الأردن. تعاملنا، أحكي عن الآباء، ونحن كأولاد أطفال شباب كنا دائما وأبدا أهل البلد، أولاد البلد، شباب البلد، ما كان هناك من يسمعك كلمة أنك لست منا، بل بالعكس، يعني كنا نعيش كأسرة واحدة. مثلا في الزرقاء وفي الصويلح كذلك. السخنة ما كانش إلا الشيشان، أما الصويلح أم ناس من السلط، من عمان، من جهات متعددة من الأردن مثل الزرقاء. فكنا إخوة وأسرة واحدة، وكنا ندخل على بيوت بعضنا تماما
كأن الواحد يدخل بيت أخيه. عندما تقرر في حين أنا طبعا مش موجود، إنما هذا ما سمعته،